ولا اللي بغات فيكم يجي يترشح معايا ونشوف غير النساء على من غيصوتوا، واش عليا ولا عليه ولا عليها. والله ديتو اكثر مني ما نبقى نحط يعني خطوه في هذه السياسه. ولا كذبتوني سيروا سولوا اليهود اللي كاينين هنايا. انا النهار اللي عينني سيدنا ببضعه ايام مات هذاك اليهودي سميتو هذاك، لا بردك وباقي حي، لا ماشي المليح، لا يمكن جوع حنا ولا ما عرفتش. ومشيت حضرت الجنازه ديالو. النساء الاسرائيليات يعني فرحوا بيا، اسرائيليات ماشي نسبه الى دوله اسرائيل، يعني انت النساء اليهوديات فرحوا بيا وعنقوني ويعني وباركوا لي، فهمتيني ولا؟ بون كنت نقول لكم بحال انا واحد منهم، انا ماشي واحد منهم، انا مسلم، انا مسلم، ولكن زعما كان بواحد العواطف يعني حقيقيه. وهذا الشيء هذا لو كان ماشي. السلام عليكم ورحمة الله. شفتوا هاد جوج ديال الفيديوهات ديال شنو نسميه دون جوان دون جوان بن كيران. دون جوان بن كيران كيتكلم على النساء، بأنه النساء كيبغيوه، بأنه النساء كيحماقوا عليه، سواء كانوا مسلمات قنديلات أو يهوديات. هي سمعتو إسرائيليات، هو سماهم إسرائيليات، ما قالش بأنهم راهم ربما يهوديات مغربيات، يعني إسرائيليات اون جينيرال. فدون جوان بن كيران يعتمد كثيرا على النساء في الحملة الانتخابية ديالو، ومن هنا غادي نفهموا كثرة النساء في هذوك المسيرات اللي كنا كنشوفوا. يعني يمكن واحد 80% كلهم نساء. يلا من ديك القيادات الكرتونية، سواء ديال الإفك والبهتان، ولا ديال الحزب ديالو هو، ولا ديال هذوك اليساريين المخصيين، وزيد. فالنساء يؤتتن المشهد وربما الطمع في المستقبل في الحكومة اللي جاية. بن كيران خرج بواحد الكلمة جديدة وقال فيها بأنه تلقى من بعد ما ولا هو الزعيم ديال الحزب، تلقى شي 60 ولا 100 مكالمة ديال الناس اللي كيدعموه وكيقولوا ليه بغينا أنه الحزب ديالك يرجع ويطلع كيف كان. أبشركم أيها المغاربة أنه بن إيران جمع 100 ديال الناس يدعمونه في الانتخابات المقبلة. خليكم على فيديو ونرجعوا من بعد. راه الناس ولاو تيتكلموا على الانتخابات المقبله، والله الا الناس كيحلفوا بالله، كيحلفوا ليا في التليفون بالله حتى غيصوتوا بالتليفون وبلي ميساج. باقي عندي راني رديت على شي 60 ميساج وسخفت وتبلوكا ليا التليفون، وعاد قديته بفضل الله تعالى. وبالمناسبه باش نقادو حيت سرت ميساج تسحبني، واش تقال هو ماشي تقال، كان خصو غير تمسح له شويه داك لا باتري ديالو، مسحتها. دوك اللي ما رديتش عليهم لا غير تبلوكا، من بعد غير مسحتو ويعاود يعطي راسو، فهمتي ولا؟ انا غنعاود نرد على دوك. جات شي 100 ميساج ولا اكثر، فهمتيني ولا؟ وهذا وبزاف منهم تيقول لك حنايا دابا غنعاود نصوتوا على العداله الوطنيه، وغنعاود ندير بلا ما نتكلم على اللي جاو تيقول لك بغينا ندخلوا للعداله الوطنيه، واللي جاو تيقول لك بغينا نترشحوا للعداله الوطنيه، فهمتيني ولا؟ سمعتو مزيان شنو قال في الاول؟ قال 60 شويه، قال لك شي 100. المهم راه عنده 100. زيد عليهم هادوك 13 ولا 15 ديال الناس اللي كانوا كيمشيو ويوقفوا مع الهضره وحده المحكمه، زيد عليهم غادي يكونوا شي 13 ولا 15 عاوتاني اللي غيجيب له بوغريسين، وهكذا. وشي 2 ولا 3 غيجيبهم عزيز الرخيص، شي هكاك شي 10 غادي يجيبهم
وحمار وهكذا. المهم غادي يكونوا، المهم في الاخير غادي يوصلوا واحد 200 واحد اللي غادي يصوتوا على العداله والتنميه. ما لا يفهمه بن كيران انه اطلق الرصاص على قدمه، ولا بلوتو على القدم ديال الحزب ديالو. لا يستحيل من رابع المستحيلات واحد طلع هاجم الشعب المغربي ووصفه بالمرقوعين والميكروبات والحمير، وزيد عليها أنه هاجم الرئيس الفرنسي وسماه المدلول، هاجم أمريكا وسماها الدولة اللي ما عندها حتى شي تاريخ، واللي التاريخ ديالها ما واصلش حتى ل 250 عام. هادشي كله داروا في هذيك الكلمه ديال فاتح ماي. راه ما هاجمش غير المغاربه، راه ما خلى حتى واحد، راه ما خلى حتى شي واحد. هاد جوج ديال الدول داعمين لقضيتنا الوطنيه بشده. امريكا يلاه الاسبوع اللي داز جابت لنا باش نبقاو اننا نصيبوا الاف 16 فايبر عندنا في المغرب. شنو دار بن كيران؟ نايض يحقر من امريكا، وكيقول هذيك الدوله اللي يلاه قطر بها السقف، يلاه عندها شي 250 عام وداك الشي، وجايه المغرب اللي عنده باش دير لكم حقه الخبز والكفته، يعني ماكدونالدز. تصوروا انه واحد باغي يكون رئيس حكومه يقطع ارزاق مغاربه. فهذاك ماكدونالدز اللي كاينين يعني في المدن الكبار كتلقى جوج، على الاقل جوج في الرباط، كاينين جوج في كازا، كاينين جوج في طنجه، كاينين جوج، يعني فين ما مشيتي كاينين موجودين. المدن الاخرى راه ضروري اي مدينه فيها ماكدونالدز. فهاد السيد هذا جاي يقطع ارزاق المغاربه. علاش على قبل غزه، او بلوتو على قبل هذيك يعني حماس على قبل ما فعلته حماس. مع انه حماس شنو دارت؟ حماس فقط عطات الفرصه لهذيك الدوله الاخرى انها تاخذ هذيك الارض وانها تقتل هذوك الناس. فكانوا جالسين ما عليهم ما بيهم، هما دايرين بحال النمله. شنو داروا ضربوا الفيل. لا واه نوضو نضربوا الفيل. شنو غادي يدير الفيل؟ غادي يمحطهم مزيان، وداك الشيء اللي كان. فهما هادشي الا ما كانش بتآمر مع دويلة خطر، يعني راه مسألة باينة وواضحة للعيان، خصوصا وأنه دويلة خطر هي من تمول هذاك المشروع ديال ريفيرا اللي باغيين يديروه في غزة. راه خطر اللي كتمولو، راه هي اللي عاطيه الفلوس. فنرجعوا لبن كيران، فهو نايض يحقر من أمريكا بواحد الكلام خبيث ولئيم جدا كيف عادته، ويطالب بمقاطعة ماكدونالدز اللي كيخدموا فيها. شكون اللي كيخدموا فيها؟ كيخدموا فيها المغاربه. واش كيخدم فيها شمعون؟ واش كيخدم فيها شارون؟ واش كيخدم فيها بن غوريون؟ واش كيخدم فيها كوهين؟ لا، راه اللي كيخدم فيها سميرة وعالي ومحمد وحسن، كيخدموا فيها المغاربه، وهازين الاسر ديالهم. فهاد السيد هذا بغى يشرد هذوك الناس بحال اللي داروا مع ستاربكس. راه ملي بدا 7 اكتوبر راه ستاربكس خرجت من المغرب، ما بقاتش في المغرب، كانوا ايضا خدامين فيها مغاربه، ودابا راهم بيطاليين. فالان من بعد ما بيطلوا هذوك ديال ستاربكس خاصهم يبيطلوا هذوك ديال ماكدونالدز وكارفور. راكم سمعتوا هذاك القرد الفلسطيني شنو كان كيقول؟ قاطعوا ماكدونالدز وقاطعوا كارفور. شو شحال ديال البشر مخدم في المغرب، كل مدينه فيها كارفور. فباغيين انهم يقطعوا ارزاق المغاربه، قطعوا الاعناق ولا قطعوا الارزاق. هاد الشيء هذا هما اللي باغيين يديروا، ويسمون انفسهم مسلمين. انا ما غاديش نهضر على اسلاميين، لان اسلاميين لا تعني بالضروره انهم مسلمون ولا انهم مؤمنون ولا شي حاجه، مع انهم كيجيو يهاجمونا بالصهاينه وانا نتحداهم. شتي اي قرد من هذوك اللي جاو كيهاجموني وكيوصفوني بالصهيونيه ولا الكلبه ولا داك الكلمه الاخرى اللي كتبدا بالعا، ولا فهمتي؟ نتحداكم تكونوا حافظين النص فقط
في داكشي اللي حافظه انا في كتاب الله. نتحداكم تكونوا تحفظون من كتاب الله نصف ما احفظه فقط، لانه اللي كيحفظ كتاب الله كيعرف انه الاقربون اولى. رسول الله عليه الصلاه والسلام شنو قال؟ انا خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. شكون هما اهل ديال بن كيران؟ واش هما غزه؟ واش هما الفلسطينيين؟ لا، هما المغاربه. فهو ناض كيسبهم على قبل هادوك كيف قلت اللي هما ما كيعترفوا لنا بصحراء. كل مره واحد فيهم ما شفناش عباس جالس في الجزائر مع بن بطوش، شفناه. ما شفناش هنيه رحمه الله جالس مع بن بطوش في الجزائر، شفناه. فما تبقاوش تزايدوا علينا في الدين. انتم لا علاقه لكم بالاسلام، وقلبكم عامر بالحقد على البلاد فقط. ولأول مرة اعترف بأنكم لأول مرة درتوا يديكم في يد بعضياتكم، جميع أعداء البلاد درتوا يديكم في يد بعضياتكم تحت مسمى ما يسمى بدعم فلسطين، ولكن وراء ذلك هناك شيء آخر. باغيين أنكم تريبوا البلاد، ولن يكون لكم ذلك. ولن يفوز حزب العدالة والتنمية على جثة جميع المغاربة، لن يفوز، لأنه المهرج الحلايقي شنو دار؟ أطلق الرصاص على الحزب ديالو ملي هاجم دبلوماسيا دول كبيرة وحليفة للوطن. على قبل حماس الإرهابية. الحمد لله أن هناك شكايات ضد بن كيران تقدمات لوكيل الملك، ماشي من جهة واحدة. كاين هناك جمعيات وكاين واحد الحزب جديد أيضا اللي قدم شكايات ضد بن كيران، وغادي نشوفوا كيفاش غادي تتعامل معاه النيابة العامة. واش غادي تتعامل معاه على أنه انتوشابل وأنه فوق القانون، ولا غادي تتعامل معاه كيف كتعامل مع الناس اللي كيسميوهم أنهم يشتمون ويقذفون ويسبون؟ فخاص توجه ليه تهمة السب والقذف والشتم، وخاص توجه ليه أيضا تهمة واحدة أخرى أظن بأن هذه الجمعيات وهذه الأحزاب خاصهم ينتبهوا لها، هو أنه يحاول أن يخلق أزمة دبلوماسية مع دول صديقة للمغرب بحال فرنسا وأمريكا، وأنه يحرض على الأعمال ديال العنف في المغرب. هاد الناس باغيين أنهم يرهبون، ولكن لن يكون لكم ذلك ابدا. داكشي علاش كيدخلوا يسبوا هذا باش تسكت. انا غادي نبقى تابعه بن كيران وكان نشر الفيديوهات عليه باش الناس ما ينساوش شنو دار، لانكم تراهنون على ان المغاربه غادي ينساو. ما غاديش نساو شنو دار بن كيران، ولن يكون لكم الحكم في المغرب ابدا. داز داك الوقت وما غاديش تخلقوا 2011 وحده اخرى. واحد الاخ شفت واحد الفيديو ديالو صراحه قلبت عليه من بعد بزاف وما لقيتوش. شنو دار بن كيران؟ بن كيران قال الحمار. واش بن كيران اللي نقد البلاد في 2011؟ واش بن كيران شنو كنا كنغرقوا ولا شنو دار بن كيران في 2011؟ بن كيران ركب على الموجه في 2011 فقط، ما درنا حتى شي حاجه واحده اخرى، والله ياخذ فيه الحق هو وزبانيته. قال لك نقد البلاد في 2011، هو اللي قال لنا على الحدود وكيحضي الحدود، ولا هو جا انتفع كيف قال هو انتفع وحسن الوضعيه ديالو، ودابا كياخذ 7 ديال المليون وعنده لي غارد كور وعنده هذا العسكريه، عنده حاضيين له الفيلا ديالو اللي فيها 650 متر واللي مفرق فيها رجليه وطالق علينا فيها كرشو. وشنو دار بن كيران؟ ماذا فعل بن كيران للمغرب؟ ماذا فعل باش جالسين كتمنوا علينا انقاذ كنا كنريبوا ولا كنا كنغرقوا وهو اللي خرجنا من الحفره؟ يجب الانتباه جيدا لما يقوله هؤلاء، وما تنساوش المغاربه ما فعلوهم اللي كانوا كيحكموا وما يفعلونه الان.
داروا يديهم في يد اعداء الوطن. والا بغيتوا تعرفوا شكون هما، شوفوا شكون اللي كيدافعوا عليهم وتعرفون من هم. فقط هادشي اللي بغيت نقول. كنتمنى الاراء ديالكم في التعاليق. شكرا بزاف والى اللقاء.